اكتبوا التتبيله اللي انا هعملها للفراخ ديت في ورقه، والصوص اللي هيتعامل معاها، عشان دي حاجات بتتعمل هنا لاول مره. لما نجيب الفراخ وننقعها في ميه، هنروح نفتح الصدر من عند الجناح على شكل قلب، والورك نفس الطريقه. هنفتح من عند العظم كده فتحه بالطول اهو بالشكل ده كده كامله، عشان التتبيله معايا شويه كبد وقوانص. هروح بقى احطها في ميه بدقيق بخل بملح بليمون، واسيبها شويه كده في التلاجة، واروح بقى اعمل الصوص بتاعنا ده. الصوص ده يا عم رضا هو ايه؟ ده بيتاكل يا جماعه كده اكل مع الايه، كانه سلطه كروسلو، كانه طحينه، كانه بابا غنوج، ايوه سلطه بنجر ممكن. ده بقى قيمته تتعدى الحاجات دي كلها ان شاء الله. عامله ازاي يا عم رضا؟ ده اللي هنشوفه. الاول نقول ايه؟ الحكايه حلوه نبتديها بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم ما تنسوا اللايك للفيديو والتعليقات كده، دايما اشوفها بذكر الله والصلاه على الحبيب النبي. اول حاجه بنعملها التتبيله، وبعد كده هنعمل الايه؟ الصوص. بولة لبن هنحطها على الفراخ اهو، بص بالشكل ده كده، ونخليها تشرب اللبن كويس. السبع بهارات هنحط معلقة ونص ملح. سبع البهارات بتاعتنا بتاعت اللحمة هنحطها، وهنجيب التحبيشة بقى عندنا. اول حاجة الكاري، وهنحط شوية توم، الكمون، الفلفل الاسمر، الفلفل الابيض، سنة قرفة بسيطة، الكزبرة، وقلنا توم بودرة وبصل ايه بودرة. كل نوع بهارات انا قلتها نص معلقة. اما الكاري بنزود سنة بسيطة، يعني ممكن معلقة كاري عشان تاخد لون اصفر. معايا البرتقان والبصل، 3 بصلات وبرتقانة متقشرة، و3 ليمونات هعصرهم في الخلاط واضربهم. ركز معايا، بصل وبرتقان وايه وليمون. كان ممكن احط التوم اضربه في الخلاط، او نحطه على الفراخ زي ما انا حطيته كده. وهنبدأ نتبلها بايدينا تتبيلة كويسة كده اهو. وركزوا في اللي جاي، في خطوتين مهمين قوي، حاجة هنعملها في الصينية وحاجة هنعملها في الشبك. اول حاجة اللي في الصينية دي، بجيب جزر وقرن فلفل احمر وفلفل اصفر فقط لا غير، والبصل، بصل سليم. تمام كده كده الفراخ شربت التتبيلة معايا زي الفل. يستحسن انها تقعد ساعتين في التتبيلة في تلاجة، واطلعها بقى احطها على الصينية بالشكل ده كده. بص الله، شايفين الشكل ده فكرنا بايه؟ التلحيسة بالنشا بتاعت السمك اللي نجحت. فيديو عمل 9 مليون او دخل على 10 مليون، الفيديو التاني دخل على 3 مليون مشاهدة. حاجة حلوة قوي ونجاح بفضل الله، والحمد لله والشكر لله. ولا تنسوا الفضل بينكم، ربنا قال كده، الفضل دايما لله وليكم طبعا على دعمكم المستمر. حبايبي اللي بيشوفوني لأول مرة، قناتكم الحلوة على اليوتيوب اسمها الشيف رضا شعبان فودة، شرفوني بالاشتراك فيها ومتابعتكم للصفحة. حاجة جميلة جدا بيسعدنا وشيء يشرفنا. يا رب لما تجربوا الوصفة دي منتظر رأيكم في التعليقات بفارغ الصبر. قولوا لي رأيكم في التعليقات بعد ما تجربوها. حطيت شوية مية كده في الصبيرة ونزلتهم على الصينية، وشوية زيت زيتون. الخطوتين اللي جايين دولت في منتهى الأهمية. هنغطي الصينية بالسيلفر وهنحطها على الشواية لمدة حوالي تلت ساعة لما تستوي. اهو بص استوت معايا بعد بعد تلت ساعة بالظبط. شايفين؟ ممكن على البوتاجاز في اي مكان، المهم تسووها الاول في التتبيلة وشوي. الله، شايف الله البخار بقى، والبصل بقى مستوي بشكل تمام، وشايف التتبيلة عاملة ازاي، والريحة ما اقولكمش عليها. شايفين؟ هجيب بقى الشبكة واطلع الفراخ بتاعتي على شبكة بالشكل ده كده. طبعا التتبيلة اللي في الصينية دي طعمة، الملح بتاعها مش زيادة، مظبوطة. هنعمل ايه بقى؟ ركزوا، هنعمل الصوص وهنشوي الفراخ بالطريقة ديت عندنا في البيت عشان تبقى حلوة اهو. شايفين استوت؟ هنقفل الشبكة وندخلها فين؟ الفرن او على الفحم. نجهز بقى الخلاط كده معانا. يلا دخل الشواية، مفيش نار من تحت عشان في صاج، هنولع من فوق تحمر. هنجيب الخلاط وناخد البصل والجزر والحاجات اللي موجودة في الصينية ديت اهي، هنجمعها وهنضربها في الخلاط. ممكن لوحدها، ممكن لوحدها. الزيادة بقى ان انا شاوي شوية خضار كمان كده عندي على الجريلا، شاويهم. بصوا، بصل وفلفل الوان وجزر، ومعاهم طماطمايه. بص كده اهو مشويين طبعا. هنضربهم في الخلاط
وننزل باقي الايه، الصوص. بعد ما نضربه في الخلاط شوفوا الشكل بقى، على الطعامة والجمال لا يوصف. هنحط منه بالشكل ده كده اهو، وهنقدمه بشكل حلو في الاخر. هتشوفوا الشكل هيعجبكم ان شاء الله. يلا مع بعض كده ندوق. الله، في منتهى الجمال والطعامة والحلاوة. احلى صوص يا جماعة. يلا بينا بقى، بعد ما الفراخ احمرت من الجهتين هنحطها على الشواية تدخن معايا اهو. كل اتجاه نديله شوية زبدة يدخن، نقلبها. عايز دخانة كتير قوي فوق الشواية. طبعا هي دخنت معايا، بس انا بوريلكم الشكل انا عملت ايه. سبتها شوية دخنت على الايه، على الشواية او على الفحم. هنجيبها بقى ونقدمها بشكل حلو. هنعمل ايه بعد ما عملنا الصوص الحلو ده كده؟ هنجيب صينية او سرفيز هنحط عليه بقدونس، ونطلع الفراخ بتاعتنا بالشكل ده كده. هيتقدم معاها الصوص في طبق اهو على الصينية. كل فرد كده ياخد جزء من الصوص، هيعجبه ان شاء الله. بالعيش بيتغمس مع الفراخ دي حاجة تانية، مع شوية طحينة وشوية مخلل. تدعولي. احنا عملنا الفراخ المشوية قبل كده، خلي بالكم، بتتبيلة الزبادي. عملناها في جو الطبيعة، وعملناها في المحلات بطريقة المحلات برضو. عملناها بكذا طريقة. تقدروا تدخلوا تشوفوا التوابل او التتبيلة بتاعت الفراخ المختلفة اللي احنا عملناها في القناة. هتعجبكم جدا. وصفات حلوة يا جماعة، ادخلوا شوفوها ان شاء الله. نسيب منها في صندوق الوصف. رابط الفيديوهات دي هنسيبها فين؟ في صندوق الوصف. ادخلوا كده شوفوا، حاجة حلوة قوي. كده انتهت معايا الفراخ اهو. هوريلكم اللحم بقى. طبعا السر هنا في اللبن والبصل، بيخلي التتبيلة طعمة جدا. وغير كده اللحم طري. تحط بص الورك عامل ازاي، والصدر. تاكل لحمة الصدر بالذات تلاقيها طرية، هي والورك واحد. يعني الاتنين طريين وطعمين جدا بفضل الايه، بفضل الله والتتبيلة اللي احنا عملناها دي باللبن اهي. في جديد يا عم رضا هينزل طبعا اكيد ان شاء الله. تابعونا بس كده وانتظروا الافضل. وشكرا ليكم لو بتتفرجوا على الفيديو حتى الان. ما تنسوش بقى ذكر الله وصلاة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية. واللايك والمشاركة دايما بتسعدنا وبتخلي الناس كلها تستفيد. اعملوا مشاركة للفيديو ومنشن الله الله. بص اللحم ساي يا دوب دايب دوب يا جماعة، مع الصوص خيال، مع البقدونس خيال يا جماعة. بألف هنا وشفا للي هيجربها. بالله عليكم منتظر رأيكم في التعليقات، وانتظروا الأفضل دايما من الشيف رضا شعبان فوضى. إلى أن أراكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.